تغيرت معيشة السعوديين بشكل كبير في ال50 سنة اللي راحت. تغيرت اهتماماتنا، تغيرت مأكولاتنا، تغيرت مواضيعنا، وتغيرت ملبوساتنا. بس في شيء واحد ما تغير، وشو؟ زواجاتنا. احتفالاتنا ما تغيرت، فرحتنا ما تغيرت، وعاداتنا ما تغيرت. من العادات اللي يشاركون فيها أغلب مناطق المملكة هي العانية. والعانية هي عادة وتقليد سعودي يصير في نفس يوم الزواج، يقدم فيه أقارب ومعارف الزوج مبلغ مالي يساعد في تغطية بعض تكاليف الزواج. وفي بعض المناطق مثل جنوب المملكة تتحول العانية لعرض مسرحي يحتفي بالكرم اللي متجذر بثقافتنا. ورغم وجود العانية اللي تساعد كثير من المتزوجين الجدد، إلا أن في حقيقة واحدة ومستمرة دائما في كل مكان: الزواج مكلف اقتصاديا. الشبكة، القاعة، شهر العسل، الشقة، كل هذه أمور استهلاكية غلفتها عاداتنا الاجتماعية بالزواج، وهذا اللي زاد تكلفته. مؤسسة الزواج هي حجر الأساس للمجتمع السعودي، وللمتزوجين الأذكياء الزواج هو فرصة لتحقيق استقرار مادي مستدام، وفرصة لتحول الفرد المتزوج أو المتزوجة لوحدة اقتصادية جديدة تسمى العائلة. والعائلة استثمار تكسب فيه حتى لو خسرت، تكسب فيها تجربة إنسانية عظيمة ما لها مثيل، تكسب فيها شريك عمر، ذرية، لحظات وذكريات. وإيش أعظم من كذا استثمار؟